زيادة وزنِك بعد الولادة. زيادة الوزن من أكتر الحاجات اللي دايمًا شاغلة كل البنات والسيدات، وتأثّر على نفسيتهم، ودايمًا الجمل اللي بتتكرر أنا عايز أخس، هابدأ دايت، هاروح الجيم وهكذا. وفي الغالب المشكلة دي البنات ما قبل الزواج بيعرفوا يتغلبوا عليها، ومعظمهم بيعرف يسيطر على وزنه، لكن بعد الجواز الموضوع بيختلف شوية. وحتى لو نجيتِ من فخ زيادة الوزن بعد الجواز، فبيكون من الصعب جدًا هتحافظي على وزنِك بعد الولادة. السؤال المهم دلوقتي ليه وزنِك بيزيد ما بعد الولادة؟ السؤال اللي بعده إزاي ترجعي لوزنِك الطبيعي تاني بعد الولادة؟ أولًا التغيرات الهرمونية، تغيير الهرمونات بيسبب تخزين دهون أكتر عشان يحافظ على طاقتك أثناء الرضاعة، فبالتالي بيحصل زيادة الوزن. ثانيًا زيادة الشهية بتاعتك أثناء الحمل، في الحمل الشهية بتزيد نتيجة لاحتياج الجسم لمكونات غذائية أكتر، بيخلي الحامل على طول عايزة تزود كميات الأكل، ودايمًا بتدخل وجبات سريعة وحلويات كتير، وده طبعًا في الآخر هيؤدي لزيادة وزنك، بيكون ليه أثر شديد بعد الولادة، خصوصًا لو أنتِ استمريتِ على نفس العادات دي ما بعد الولادة. تالت حاجة قلة النشاط البدني، وده بيبدأ من وقت الحمل بشكل ملحوظ، وبعد ولادتك هيزيد بشكل كبير بسبب ان انت منشغلة معظم الوقت برعاية طفلك. رابعا احتباس السوائل في الجسم، بيحصل كتير ان جسمك بيبدأ يخزن سوائل نتيجة لكذا سبب، منهم زيادة الأملاح في الجسم سواء من كمية الموالح الزيادة أثناء حملك أو ما بعد الولادة. الولادة القيصرية بتسبب بعض احتباس السوائل خصوصا بعد الولادة، في بعض الأدوية بتسبب الموضوع ده، منها موانع الحمل اللي بتسبب ده لو خدتيها بعد ولادتك. كل دي أسباب ممكن تؤدي لزيادة الوزن بعد الولادة، ولكن لكل مشكلة حل، وهقول لك إزاي دلوقتي لو حصل وزنك زاد بعد الولادة ترجعي لوزنك الطبيعي. أول حاجة حافظي على الرضاعة الطبيعية، الرضاعة الطبيعية بتساعد في حرق 500 سعر حراري يوميا. تاني حاجة اتبعي نظام غذائي صحي، تجنبي الاكل الجاهز والحلويات، ركزي على طبق الخضار وطبق الفاكهه والبروتينات. تالت حاجه اللي قلناها ممارسه الرياضه زي المشي، والمشي يكون في البيت او تمارين البطن الخفيف، لان الميه بتساعد في تحسين التمثيل الغذائي وتقلل احتباس السوائل، فاشربي الميه بشكل كافي. خامس حاجه حاولي تحافظي على نوم كافي، كل ما تاخدي كفايتك من النوم بيساعد على تقليل التوتر وخساره الوزن. ونصيحه ما تستعجليش في خساره الوزن، وخسي بالراحه وبطريقه صحيه عشان ما يسببش اي مشاكل ليكي وللطفل بتاعك.